بودكاست مايك وصورة، هنا مساحة للدردشة مع شخصيات مميزة في شغلها واهتماماتها، وأصحاب تجارب وأفكار تستحق نتعرف عليها. هننقل لكم بالمايك صورة فيها تفاصيل شخصية من حياتهم وملامح مشتركة من حياتنا كلنا. هيستضيفهم كل مرة صانع المحتوى وخبير التسويق الرقمي عماد محمود والكاتب الصحفي عمر مصطفى. سلامات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مايك وصورة. معاكم عمر مصطفى وعماد محمود، وبنسعد النهارده بوجود ضيف عزيز علينا جدا، وهو الصديق العزيز احمد ناصر حجازي، الصحفي الرياضي المعروف واللي عنده كمان انشطه اخرى على هامش الرياضه هيكلمنا عنها النهارده بالتفصيل. سعداء جدا بوجودك معنا يا احمد. انا والله مبسوط اكتر، وان شاء الله تبقى حلقه لذيذه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احمد، دايما بنحب نبدا بتعارف عشان اللي ما يعرفش الضيف بتاعنا يعرفه اكتر. انا ذكرت ان انت صحفي رياضي، فلو ممكن تكلمنا اكتر عن نفسك وازاي دخلت المجال ده وانت بتعمل ايه النهارده. انا حاليا نبدا من دلوقتي. اوكي، من دلوقتي لورا. انا حاليا سينيور اديتور اندبندنت عربيه رياضه. اشتغلت في قنوات كتير، معظم البرامج الرياضيه المعروفه والقنوات الرياضيه. اشتغلت في صحافه ورقيه في البدايه وصحافه الكترونيه، يعني لفيت في معظم الحاجات اللي ليها علاقه بالصحافه الرياضيه. اشتغلت حاجات كمان برامج، حاجات بقى ليها علاقه بالكره والمسابقات والحاجات اللي هي المواهب، يعني تقريبا كل حاجه في اطار الرياضه. بالظبط. الحمد لله غطيت بطولات كتير، كان اخرهم كاس العالم في قطر يعني. هنجيله عشان انا الحكايه اللي انت حكيتها دي انا عجباني، لازم تحكيها. لا ده في حكايات. يعني كم سنه صحافه رياضيه يا احمد لحد دلوقتي؟ 15 سنه تقريبا. انا ابتديت من وانا كنت في الجامعه، ف 15 سنه. ممتاز. مش ندمان والله؟ لا ندمان، لا مش ندمان، رغم ان الموضوع بقى صعب يعني قوي. مش صعب في الشغل قد ما هو الاجواء نفسها صعبه، بس لا مش ندمان يعني، الحمد لله. عظيم جدا. طيب ده على مستوى الشغل الاساسي اللي انت بتعمله كصحفي رياضي. بالظبط. لكن انت جنب الصحافه الرياضيه التقليديه، يعني لو شاء لينا ان احنا نسميها، عندك نشاط خاص بيك، محتوى انت بتصنعه لوحدك ليه علاقه كمان بالرياضه. وهنا بتكلم تحديدا عن البرنامج بتاعك اللي بيذاع على السوشيال ميديا، الساحره المستطيله. انا اخر معلوماتي ان هي كانت مستديره. ايه اللي حصل؟ بالظبط. هو الفكره ان انا رؤيتي للرياضه تحديدا في مصر ان هي مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفه في كل حته. الكوره هي اللعبه الشعبيه الاولى، وهي الاكثر متابعه، وهي لكل حاجه. بس انا خدت بالي من فتره ان الكوره عندنا مش ماشيه بنفس السلاسه بتاعت ان هي كوره، يعني الشكل الكروي بيديها سلاسه وهي ماشيه. احنا عندنا تحس ان هي مستطيله، مقربه جامد. يعني واخده شكل مخليها مش ماشيه مظبوط. ايوه. فانا حسيت ان هي مستطيله. يمكن انا الناس اللي تعرفني اكتر على الصعيد الشخصي، يعني بعيدا عن الشغل بقى، وان انت لازم تكون بروفيشنال في الشغل. انا شخص بحب يعني عموما كل الحاجات كل حاجه. انا يعني بلاك كوميدي، يعني بحب ان انا كل حاجه ابقى بهزر فيها بنقد، بس بشكل يعني هزار. فكان هي النقطه من هنا ابتدى الموضوع تقريبا في 2018 تقريبا. كنت بعمل فيديوز كده مع نفسي، اللي هو بعلق على حاجه معينه، فالحمد لله لقيت ناس متجاوبه مع الموضوع. فابتديت اعمل فيديوز بقى اطول شويه، ابتديت اصور شويه في البيت. بعد كده بقى في انتاج شويه للموضوع. انا مش منتظم بشكل يعني 100%، لان طبعا بسبب طبيعه الشغل والوقت وكده. بس الحمد لله يعني الموضوع بقى مسمع شويه. بقيت بتفاجئ لما الاقي ناس تقول لي احنا عارفينك وحاجات يعني. ما انت عارف ان ده كان هياخدني السؤال اللي بعديه، اللي هو انا كنت عايز اسالك يعني اشمعنى الكتابه في الصحافه الرياضيه الساخره، اللي هي حاجه احنا ما بنشوفهاش، حاجه نادره جدا. انا عمري ما شفت حد يصنف ان هو كاتب او صحفي رياضي ساخر. يعني في ناس دمها خفيف في المجال الرياضي، بس ان هو بيعمل محتوى ساخر رياضي ده الحمد لله بقى هي دي الرياده بقى. ايوه بالظبط. هي جت بالشكل ده. بس هو فعلا هو الماتيريال هو اللي بيحكم. في بدايه ما ابتديت اعمل الموضوع ده، في ناس كتير كانت بتتفاجئ، وفي ناس كتير كانت مش عارفه انا بهزر ولا بتكلم بجد. لان انا عاده لما بتكلم على الحاجه دي ببقى بتكلم يعني بوكر فيس شويه، وان هو انا ما تبقاش عارف انا بهزر ولا الكلام اللي بقوله ده حقيقي، يعني اتكلم بجد. وبعدين طبعا بحكم ان معظم الناس اللي عندي اللي متابعه الاكونتس عندي عارفه ان انا صحفي، وان انا فاللي هو في البدايه ما كانوش فاهمين هو انت يا عم بتقول الكلام ده كخبر
ولا انت بتهزر ولا انت الفيه ده بعد فتره بقى طويله خلاص فهموا ان انا يعني مسخر الحاجات السوشيال ميديا بعيدا عن الشغل، ان انا بهزر، ان انا حاجات انا بعلق عليها بشكل مختلف يعني. الميزه بقى ان الماتيريال بقى سامح بقى، يعني الكوره في مصر ماتيريال كل يوم تقريبا. الكوره في مصر بقت كلها بتضحك لدرجه ان انا ما بقتش عارف، انا ما بقتش بلاقي عليها. ايوه والله الناس بقت بتعمل لي كميه منشنز وكميه حاجات بتتبعت لي، والاقي ناس احمد شوف خد الماتيريال ايه بتاع، انا ما بقتش عارف اكمل يعني. لسه صديق عزيز يعني قال لي انت المفروض تطلع لايف 24 ساعه، ما هو خلاص الاحداث ما بتقفش. عظيم. ده يخليني اسالك اكتر عن ردود الفعل على محتوى بالشكل ده. يعني ممكن ما اعرفش، انت اكيد بتتكلم تتناول اشخاص بيعملوا في المجال الرياضي في مصر. هل في ناس يعني زعلوا، يعني عرفت ان هم زعلانين؟ ردود الفعل عموما عامله ازاي؟ يعني خلينا نقول انا بالنسبه لي بشوف ان انا ما بتريقش على شخص حد، يعني دايما كلامي على الصفه. يعني انا لما اجي اتكلم على فلان سين ما بقولش ان سين نفسه عنده ما بقدرش اتكلم عليه كشخص، بس كصفتك دي المفروض حاجه ما تزعلكش، او موقف هو عمله او موقف. برضو زي ما انت تيجي تقول لي مثلا ممكن تيجي تناقشني في شغلي، خلاص انت لو قلت لي شغلك وحش او الحلقه دي مش عجباني او انت دمك تقيل ما عنديش مشكله، لكن انت طالما انت ما جيتش شتمتني، يعني ما جيتش قلت عليا انا حاجه كاحمد في شخصه، فهي دي في ناس بتعرف تفصل وفي ناس ما بتعرفش. في ناس اقول لك انه في ناس بتعرف تفصل وناس بتتقبل الموضوع، لدرجه ان في ناس كانت بتقول لي انا عايز اعمل معاك حلقه، وهو عارف ان انا ممكن في الحلقه دي يعني تديله جامد يعني بس هو عادي. يعني في ناس فعلا في البدايه اللي كان بيواجهني اكتر مشاكل اكبر من الجمهور، يعني في جمهور كان بياخد الموضوع بشكل حاد جدا، لو بقى اهلي او زمالك. بالظبط. يعني في ناس بتاخد الموضوع بشكل حاد بشكل رهيب. دلوقتي العدد قل، لان دلوقتي معظم الناس بقت عارفه ان انا بهزر، او الناس بقت عارفه ان انا ماليش مصلحه يعني مش اللي هو انا معنى ان انا مثلا هزرت على الاهلي فانا زملكاوي، او معنى ان انا زملكاوي او ان انا مثلا هزرت على الزمالك يبقى انا اهلاوي عايز اوقف. في ناس خلاص فهمت. في ناس كتير بقى ممكن حد مثلا ما يعرفنيش لاول مره يخش يكتب حاجه مثلا تعليق، فالناس تقول له يا عم انت ما تعرفوش هو بيعمل كذا. فيعني انا اتمنى ان الناس تهدى شويه، كلها تهدى كلها تتقبل ان الموضوع كله هي نفسها رياضه، احنا ما بنتكلمش في حاجه يعني مش حرب مش بالظبط. يعني الامور هي الرياضه اصلا ترفيه، يعني هي انترتينمنت واحنا بنعمل انترتينمنت. عظيم جدا. طيب احمد، يعني سواء اتكلمنا عن شغلك اليومي في الصحافه الرياضيه، تغطيه الاحداث الرياضيه سواء محليه او عالميه، يعني شغفك الشخصي بانك تعمل محتوى خاص بيك، محتوى رياضي ساخر، ايه اللي انت بتستمتع بيه في شغلك؟ ايه الحاجات اللي بتحبها ومخلياك يعني سعيد انك صحفي رياضي ومستمر في الشغلانه دي 15 سنه ومكملين ان شاء الله؟ خلينا نقسم الموضوع جزئين. يعني الجزء اللي له علاقه بالمشوار المهني، يعني ان بعمل تجارب جديده. يعني انا مثلا فكره ان انا كنت في البدايه كنت بشتغل في الصحافه المحليه، بعد كده ابتديت ان انا اشتغل شويه في التغطيات الخارجيه، ابتديت ان انا اطلع اسافر اغطي بطولات. الواحد بيجي في فتره بيحس ان هو ممكن يكون عمل معظم الحاجات وبقى فيه تكرار، بس برضه كل يوم في جديد. يعني هو زي ما لعيب الكوره كل يوم بيلعب ماتش، كل يوم بيحصل كده، انت بتحاول تحط لنفسك اهداف جديده، دوافع جديده، الكلام ده كله. على الجانب بقى المحتوى اللي انا بعمله، يعني لا ده بقى لسه في البدايه. يعني انا شايف ان لسه في كتير. مش عايز اقول ان انا يعني كنت بنحت في الصخر فكره ان دي حاجه جديده، ان انت اصلا تقنع الناس ان يا جماعه احنا ممكن نهزر عادي في حاجه زي دي. يعني هدفي ان شاء الله ان الموضوع يكبر ان ما بقاش لوحدي. يعني انا عايز يبقى في ناس تانية بتعمل الحاجه دي. هدفي ان يبقى معايا كمان ناس. يعني انا ان شاء الله ناوي على حاجات، مشاريع كده في دماغي، ان لا يبقى ما بقاش انا لوحدي بطلع اتكلم في حاجه والكلام ده. لا، انا ممكن يبقى معايا ناس. ممكن انا كذا مره كنت استضفت ناس ومنهم ناس نجوم كبار. يعني انا كنت في كاس العالم كان معايا كابتن احمد حسن، طبعا عميد لعيبه العالم يعني اصلا. ففي ناس كتير كانت بتقول لي مثلا ايه، احنا اول مره نشوف كابتن احمد طالع بيهزر كده، وانك تخليه يطلع يتكلم عن حاجات. بالظبط. يعني الراجل طبعا اسطوره. يعني فكره ان هو يطلع يهزر ويطلع يتكلم بشكل الناس ما شافتوش قبل كده. كان معايا حسن بلتاجي مدرب
نجم يعني بجد في التدريب من مصر، يعني شغال في منتخب المانيا، وقت كاس العالم كان شغال في منتخب المانيا، وليه عدد ضخم جدا من الشباب. انا بقول ان ده تيار جاي في الكوره في مصر، الناس اللي متعلمه بجد، يعني ناس عارفه يعني ايه تعليم وعارفه يعني ايه تكتيك، وفي منهم ناس انا متاكد هيبقوا مدربين بره كمان في خلال السنين الجايه. فحسب معروف ان هو شخص يعني شخص يعني جد جدا، علمي جدا كلامه كله مفهوش هزار يعني. طلعت منه حاجه، طلعت منه كان قاعد بقى بيهزر والموضوع ضرب لدرجه في ناس كانت بتقول له ايه احنا كنا فاكرينك جاب بلاد يا عم بقى تطلع على الصوره. قال لهم ايه صراحه ايه هو انا سمعتي بتضيع كده. فبس ان شاء الله يعني هتبقى حاجه كويسه يا رب على خير. طيب نصر، انا كان عندي برضه سؤال. انا على المستوى الشخصي علاقتي بالكوره كانت شبه فعلا منعدمه لحد من 8 سنين فاتوا، والموضوع كان ليه علاقه مرتبط بدايته كانت شغل اصلا. يعني انا كان عندي اعلان كنت المفروض اطلعه لشركه كبيره وليه علاقه بكاس العالم، وانا كنت علاقتي بالكوره صفر، فاضطريت ان انا اذاكر الكوره. ومن ساعتها انا بقول لاصحابي القريبين يعني انا ندهتني نداها. عجبتك بقى؟ لا هو مش بس عجبتني، هو انا بقيت خلاص يعني انا في الناس القريبين قوي مني بقوا مضطرين يتابعوا الكوره لان انا بتابعها. هو كده يعني خلاص. ففي سؤال انا ما زلت بعجز عن الاجابه عنه، هو انتوا ليه بتحبوا الكوره بالدرجه دي؟ انا نفسي حبيتها ليه؟ انا مش عارف فعلا، بس ولما وخلاص يعني فعلا هو التوصيف الادق ندهتني نداها. ايوه بالظبط. فايه بقى يعني تقدر تديني اجابه على السؤال ده اللي انا مش عارف اجاوبه ده؟ هي بص هو برضو ايه يعني الحب اعمى. يعني هو ده الاجابه. كل شيء اسمه نصيب حرفيا. بس هو انا بشوف ان الكوره انت عايز تنتمي لحاجه، يعني بتلاقي الجمهور احنا مع بعض، انا بحب الحاجه دي وفي كذا بيحب الحاجه دي، فاحنا الاثنين لما بنلاقي احنا الاثنين بنحب النادي الفلاني بنقعد نتكلم فيه، بتلاقي ايه روح الفريق روح الجماعه، ان احنا مجموعه بنحب نفس الحاجه. فانا بحس ان احنا ده الانسان كان اجتماعي يعني، فهو مجتمع الكوره عايز ينتمي. اضافه لكده ان الكوره كمان الانسان بيقدر يحقق فيها حاجات ما بيعرفش يعملها في الواقع. ان انا النهارده اتهزمت، بس الهزيمه دي ما طالتنيش بشكل يعني شخصي. وبكره انا كسبت وانا حاسس ان انا اللي كسبت فعلا. فانت بتعمل فيها حاجات، بتعيش بطولات وبتعيش هزايم، كلها حاجات انت ما بتطلعش منها يعني لا بجروح، وفي نفس الوقت لما بتفوز بتحس ان انت انتصرت فعلا. انا اللي انتصرت فعلا. برضو هي فكره زي ما انت الانسان كده بيبقى عايز دايما قناعاته تنتصر، فانت قناعتك في الواقع ممكن ما تعرفش تثبت ان هي انتصرت، يعني دي ممكن ما تعرفش اصلا، يعني ممكن تكون انت فعلا كنت مقتنع بحاجه وتكون الحاجه دي تمت، بس على ما تاخد وقت. لا وعلى ما تاخد وقت كمان ان هي تتم هيكون خلاص. لكن الكوره انت بتفوز فيها دلوقتي ونتيجه حاسمه، ما ينفعش اللي قدامي اللي انا كنت بقول له هكسبك وهو فعلا انا كسبته يقول لي لا انت ما كسبتش، يعني دي مش سجلت في التاريخ خلاص. هي انا كسبت خلاص. وكمان بقى الدايره دي بتخلي ان انا كسبت النهارده خسرت بكره ممتعه يعني. هي دي انا بشوف ان دي طبعا في اسباب تانية كتير، بس دي بشوف لها الاساس يعني. انا بالنسبه لي انا شخصيا الاجابه السهله البسيطه، يمكن لان انا ما زلت حتى هذه اللحظه لم انتمي لاي نادي. يعني انا لان انا بشجع الكوره بشكل ايه، بشكل فانتزي. بشجع فردي. بالظبط انا بشجع الكوره بشكل اكاديمي خلينا نقول. لان انا انا بحب اللعبه، والموضوع ابتدى معايا بمذاكره، فانا بقيت بحب الكوره بشكل اكاديمي. ايوه. فما عنديش ارتباط عاطفي باي نادي ولا بلعيبه ولا باي حاجه، بحبها بشكل اكاديمي جدا. بس لكن بالنسبه لنا الاجابه المباشره السهله اللي انا بقولها على طول هو انه يا جماعه شوفوا انعكاس الكوره. طبعا انا بتكلم عن الكوره العالميه، الكوره المصري دي حاجه ثانيه خالص يعني زي ما انت عرفتها هي فعلا الساحره المستطيله. لكن على المستوى الكوره العالميه لا، هي انعكاس لكل حاجه في الحياه. كل عامل او كل عنصر من عناصر الحياه، عايز تفكر بيزنس بص على الكوره، عايز تفكر اخلاق بص على الكوره، عايز تفكر اداره بص على الكوره، اي حاجه بالزبط. اي عنصر عايز تتعلم منه حاجه بص على الكوره بيتعمل فيها ايه بره، هتتعلم حاجه. صح 100%. عظيم. لكن لو انطلقنا من مساله حب اللعبه، حب الكوره والانتماء، وان احنا بنقدر نحقق كمتابعين انجازات يعني
يعني مرتبطة بالفريق اللي احنا بنشجعه. الحب وعلاقته بقى بالتعصب، الحب ده لما بيتطور وبيتحول لتعصب، والتعصب في الكورة موجود في الدنيا كلها، في كل البلاد. فامتى الحب ده بيتحول لتعصب؟ ليه من وجهة نظرك؟ في ناس متعصبة لدرجة ان في ناس يعني بيجرى لها حاجة لما الفريق بتاعها بيتهزم، او بيبقى في عنف احيانا سواء لفظي او جسدي. وهل التعصب بيختلف من ثقافة لثقافة؟ يعني التعصب عندنا في مصر مختلف عن التعصب موجود في انجلترا مثلا؟ طبعا السؤال يعني مركب. مركب كبير، بس انا بشوف ان هو بيختلف يعني مش عايز اقلل مننا او حاجه، بس بشوف ان هو كل ما يكون الانسان عنده حاجات اكتر في حياته الشخصيه، مش هيكون متعصب للكره اكتر، لانه عنده انجازات اكتر، عنده انجازات هو نفسه بيعملها، حياته عنده حياه يعني. يعني اتمنى ان الناس تتعامل مع الكوره ان هي لعبه، وهي بتحقق لنا فرحه وبتحقق لنا حزن في اوقات والكلام ده كله، ولكن في الاخر احنا مالناش يد حقيقي. انت كمشجع مالكش يد في اي حاجه، ودي يعني جمله من واحد بقاله 15 سنه في قريب من الانديه ومن اللعيبه ومن الكلام ده كله. ممكن تكون صادمه الجمله يعني، بس محدش هيعرفك. يعني اللعيب النادي انت فعلا مش في بالهم، انت في جزء صغير جدا 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 من وفي ناس كتير قوي منهم يعني هو فعلا مش فارق له. يعني هو انت بتبقى بتشجع النادي وهتموت عشان النادي وحاسس بضغط، وممكن حياتك وهو بالنسبه له هو بيفكر في ان انا مرتبي عقدي على النادي اللي انت هو بتقول عليه ان هو كذا، وهو عادي جدا عقده لو مرتبه اتاخر شهرين هيسيب النادي بتاعك ويمشي. فيعني بشوف ان الناس بتستخدم، ما بقولش ان هو ده بشكل طبعا مطلق خلاص، وفي ناس بتحب الكرة وفاهمه يعني ان ايه الحدود، ولكن هي زي ما بقولك كده كل ما يكون الانسان عنده حاجات اكتر. يعني انا في وقت كنت مش هقول ان انا يعني مختلف تماما عن الناس، لا انا كنت في فتره ما ابتديت احب الكوره كنت متعصب جدا جدا جدا، سواء في الانتماء المحلي او الاوروبي، وكنت بالنسبه لي ممكن اقعد اسبوع او اسبوعين انا قاعد مستني ماتش معين، خلاص ما فيش حاجه في دماغي غير الماتش ده، واقعد اعمل حاجات، وممكن يبقى عندي امتحانات واسيب لي امتحانات وقاعد ما بعملش حاجه، انا مش هروح العب معاهم، بس انا قاعد بفكر في ده. ولو فريق مثلا اتغلب كانت بتبقى ايام سودة، ممكن اقعد اعمل حداد خلاص، احس ان حياتي انتهت، وممكن اتخانق مع ناس واقاطع الناس عشان خاطر الكوره. انا جوز اختي كده. بس بعد فتره لما يعني الواحد بقى خلاص بقى عنده حاجات بيعملها في حياته، ابتدت الكوره تاخد زاويه بتفرج عليها لما ابقى انا بالنسبه لي طبعا عشان شغلي فانا ببقى متابع، بس اقصد ان انت خلاص بتتعامل معاها في حجمها. بتفرحني اوقات بزعل، بس هو ليها حجم معين ما يتخطاهوش يعني. طيب بالنسبه للمحتوى الرياضي، انا بشوف انه في ناس كتير مؤخرا بقت يعني تقريبا احنا بنتكلم انه لو بنقول ان مصر فيها تلت اثار العالم، فمصر فيها برضه تلت الانفلونسرز اللي في العالم يعني بس والتلتين الباقيين هم عايزين يبقوا انفلونسرز يعني بالظبط جايين في الطريق. فبما انه في ناس كتير جدا عندها شغف بالمحتوى الرياضي او بالكوره او كده، ففي كم غير طبيعي من الناس عايزه تبتدي تعمل محتوى رياضي. ايه النصيحه او النصايح اللي ممكن تقولها للي عايز يعمل محتوى رياضي؟ يتعلم. يعني انا بشوف ان اي حاجه في الدنيا طالما هي مش حاجه ملزمه بموهبه، يعني انت مش هتبقى لعيب كوره مثلا خلاص، انت هتبقى صحفي او هتبقى انفلونسر، هتعمل فيديوز، هتعمل الكلام ده كله، اتعلم خلاص واحده، كل حاجه بالتعليم وبالتدريب، وانت تعرف هي بتتعمل ازاي. فانا هي دي الرساله، اي حد عايز يعمل حاجه يتفرج على حاجات كتير، حاول تتعلم، شوف كورسز سواء تروح تحضرها او اونلاين، طبعا كل حاجه دلوقتي موجوده، لازم تتعلم، وكل حاجه بتيجي مع الخبره. هتجرب والحاجه دي مش هتنفع النهارده هتنفع بكره. يعني انا بشوف ان وده برضو يقودنا ان احنا حاليا في وقت الحاجات دي سهله، يعني سهل جدا ان انت تلاقي محتوى تعليمي على اي حاجه. لا وحتى كمان ان انت نفسك يعني هتلاقي متابعين، وهتلاقي ناس تقول لك وتقول لك لا، بس الانسان برضو يحاول يسمع النقد، وما يبقاش كل حاجه بالنسبه له شايف الناس بتحاربه او الكلام ده. يعني في ناس كتير قوي بتاخد الموضوع بالشكل ده، اللي هو وتحديدا اللي هو بيبقى داخل على حاجه وما اتعلمش فيها، وهو ابتدى على طول يعني خبط لازق بالاسلوب اللي هو يعني نط في الميه وهتتعلم. ففي ناس كتير قوي يقول لك لا، انا الناس طالما بتقول انا بعمله وحش يبقى الناس دي بتحاربني، او الناس اعداء النجاح. لا خالص، يعني خالص، وده كله تقويم. يعني انت ممكن الحاجه الفلانيه لما تتعلمها تلاقي نفسك احسن. انا في حاجات كتير جدا حتى في الكتابه، حتى في الحاجات دي، كنت لما ارجع اقرا حاجات اللي كنت بكتبها من
من 5 سنين، مش هقول لك من بدري عن كده، 5 سنين يعني كنت برضو بروفيشنال، بقول ايه ده انا الحاجات دي كنت بعملها ازاي. فدايما الانسان هو اتعلم هتعرف تعمل الحاجه وهتتطور. انا مش هغفل ان دايما الموهبه يعني ليها عامل وعامل مهم جدا، ولكن لو انت موهوب وما اتعلمتش وواحد تاني اتعلم وبذل مجهود اكتر يعني غالبا هيعديك. لكن لو انت كمان موهوب بقى واتعلمت، دي بقى بتبقى في مرحله ثانيه. عديت مرحله بقى. احمد انا كنت عايز احرجك بس انا هحرجك معلش. طيب يعني بحكم ان انت صحفي رياضي محترف وبتتابع الشأن الرياضي المحلي والعالمي، بتشوف المستويين دول من يعني على مستوى الرياضة عموما، حتى مش الكورة بس. واظن مش هنختلف انه في فرق كبير سنوات ضوئية ما بين الرياضة عندنا في مصر والرياضة في دول تانية كتير احنا بنتابعها. انت بتشوف ده ازاي كصحفي رياضي؟ بتشوف يعني الفروق دي بأي طريقة، وازاي شايف ان احنا ممكن نتطور على المستوى الرياضي بحيث انه يبقى عندنا رياضة بجد، مش رياضة يعني نشوفها مادة للسخرية زي ما حصل دلوقتي؟ والله احنا كان عندنا رياضة لحد وقت ما الناس كانت مركزة قوي في خلينا نتكلم يعني كرياضة بوجه عام. لا احنا الرياضة في عندنا رياضات كويسة. يعني احنا مثلا متفوقين جدا في هاند بول، في سكواش، في رياضات احنا بعض الرياضات الفردية دي فيها جدا. ودي بترجع ان يعني مجتمعاتها اللي هي مجتمعات ضيقة يعني عليها مهتمة بيها بشكل كويس وعارفه النوها. وهي دايما المشكله في اي حاجه في الدنيا الحاجه دي بتتعمل ازاي. فالرياضه في حاجات كتير احنا شطار فيها والدنيا تمام وماشيه. الكوره اللي هي محط برضو انظار الناس كلها احنا بعدنا تماما، لان مبقاش عارفين الحاجات دي يعني بتحصل ازاي بشكل حقيقي. يعني مثلا على صعيد الانديه احنا بقينا نحس ان احنا بنتنافس في غرفه ضلمه، اللي هو ايه كله احنا عايشين مع بعض كده، عايشين مع بعض كده في عالم، بس بره في حاجه تانية خالص. في استثمار كبير، في نظام احتراف حقيقي، في تكنولوجيا، في حاجات يعني بجد الموضوع بعيد لدرجه ان انا اوقات بحس ان احنا هم مش سابقنا، احنا في تراك تاني اصلا، احنا ماشيين على عالم موازي راجعين لورا. الكلام ده في ناس كتير بتشوف ان هو بقى سوداويه ولا انت بتعمل، بس والله يعني لا ده الواقع الأليم، ده الواقع، ونحن لازم نتعامل معاه عشان خاطر نعرف نرجع زي ما كنا على الاقل. مثلا على صعيد ان احنا كان عندنا منتخب بينافس اقوى المنتخبات في العالم، وكان مصنف من اول 10، وكان بطل للقاره 3 مرات على بعض وبيروح يلعب. بعد كده انت بقيت بتحاول بشكل يعني تخبيط، يعني تروح تجيب مدرب بيلعب باسلوب معين وبعد كده تمشيه تجيب مدرب بيلعب باسلوب تاني خالص. مفيش استدامه، ما بتحكيش ان احنا ماشيين على خط واحد، عشوائيه غير عاديه. اللي هو يلا بينا نشوف والله ده ما ينفعش، نشوف واحد تاني. عارف زي ما انسان كده نفسه، يعني لو طبقتها على البني ادم، في بني ادم هو عارف ان هو عايز يبقى الحاجه الفلانيه. انا مثلا نفسي ابقى مهندس، فانا بتعلم حاجات معينه كذا 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 وبروح اعمل كذا وبتدرب وبخش كليه هندسه. لكن اللي احنا بنعمله ايه؟ واحد هو مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انا النهارده بحب الموسيقى، وبكره انا عايز ابقى رسام، وبعده انا قررت ابقى شاعر. انا شاعر. فانا ده اللي بحسه فعلا في الرياضه عندنا. وحتى النجاحات بتبقى نجاحات فرديه تماما، او نجاحات وليده الصدفه، طفرات. يعني انا مثلا بشوف وبستعجب وناس بتتضايق من ده لما ناس تقعد تقول لي مثلا ايه محمد صلاح ونموذج واحنا عايزين نبقى زي محمد صلاح والكلام ده كله. فيعني يا جماعه بنسبه 99%، ودي حاجه يعني والله مش سوداويه، ما حدش هيعرف ابقى زيه. الموضوع ده صعب جدا جدا جدا، وليه ظروف محدده قد تكون لو محمد صلاح نفسه اتحط فيها مش هيعرف يعملها تاني. هو طفره خلاص، هو طفره، وهو نفسه لو اتحط فيها مش هيعرف يعملها تاني. خلاص، لان عشان خاطر توصل للمرحله اللي هو وصل لها دي بتبقى المفروض وراك مش منظومه واحده، ده انت بتتكلم في حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا جدا جدا. فلا احنا يعني متاخرين بشكل كبير، ومتاخرين دي مجتمع الرياضه نفسه هو السبب. مجتمع الرياضه والجمهور عليه عامل كبير قوي، هو نفسه مش يعني بتدي اكبر من الحجم لحاجات كتير. محتاجين نقف كده ونفكر يعني عشان نرجع تاني بالكره المسار المظبوط. ايوه. طب سؤال، لو بتكتب مقال، يعني هنحاول نخرج بقى بره الاطار بتاع السوداويه دي شويه. لو بتكتب مقال عن النادي ده انت بتشجعه، والنادي ده نتائجه سيئه جدا، مخيش جامد يعني. أيوه. وانت مطلوب منك انك تكتب المقال ده بصوره ايجابيه،
بتعمل فيها ايه دي؟ ما هو مطلوب مني ان انا اكتبها بشكل معين، دي يعني لا صعبة صعبة شوية. انا عموما يعني لما لا انا قصدي يعني ان انت المفروض تدي امل للمشجعين، النظرة اللي يعني اللي هو انت المفروض منك انك انت تخلي المشجعين يبقى عندهم امل لسه. ما هو دايما في امل في اي حاجه، يعني برضه ما تخليش كلامنا ده يقول ان احنا يعني الدنيا ضايعه. لا، هو دايما في امل في كل حاجه، لان على فكره الحاجات دي يعني بتبقى مجرد بس انك عرفت تتعمل ازاي بتبتدي تمشي في الطريق المظبوط. بس هو في نقطه مثلا فريق انا بشجعه او الكلام ده كله، انا ما بقتش اشجع زي ما كان. يعني فعلا الموضوع بقى يمكن بشجع مثلا ناس كتير عارفه انا بشجع برشلونه مثلا في اوروبا خلاص، ولكن اكتر فريق انا يعني بدوس عليه لما بنتقد هو برشلونه، تمام، لان خلاص انت شايف بالعكس انت اكتر فريق هتبقى عارف دواخله بالظبط، عارف كمان مشاكله بقى بشكل يعني شخصي. بس هو في الاول وفي الاخر لما بكتب ماده انا بكتبها بالشكل مش هقول لك محايد، انا ما بعترفش بكلمه محايد اللي انت في النص دي، انا بشوف بكلمه نزيه يعني، او بكلمه موضوعي، اللي هو انا بحط الحاجات اللي تيجي في دماغي في وقتها واقصى بحث اقدر اعمله، والماده بتطلع بالشكل ده يعني. ودي انا يعني برضو بشوفها دايما في كل حاجه، انا مفيش حاجه اسمها ان انا بقى واقف في النص بالظبط بين صعبه قوي يا عم. يعني انا بشوف انها مش موجوده اصلا، مش فكره صعبه، هي مش موجوده وحتى بتبقى غريبه. بس بشوف ان انت تعمل اقصى جهد معين في ان انت تبحث، وان انت تدور، وان انت تسال، وان انت يعني كل الحاجات دي، وفي الاخر انت بتكتب الحاجه او بتصورها او بتقولها وبس. الناس بقى يعني بتفهم الموضوع ده كويس. عظيم. طيب احمد، يعني لو حبينا نختم معاك بسؤال عن المستقبل، عن اللي انت بتحلم بيه، سواء على المستوى المهني الشخصي او على المستوى العام، ايه احلامك؟ نفسك يحصل ايه بعد كده؟ كصحفي رياضي نفسي طبعا يبقى عندنا كرة زي اللي بشوفها، اللي شفتها بره، واللي بشوفها مثلا اللي شفتها في بطولات مثلا زي كاس العالم، وزي ما بنشوف دوري ابطال اوروبا وزي الحاجات دي. وعلى فكره انا شايف ان الموضوع سهل والله، هو بس يعني حاجات معينه تتظبط والدنيا هتمشي. صناعيه اختراع العجله يعني. بالظبط، النماذج موجوده والله. يعني وعلى فكره ككوادر عندنا ناس كتير، يعني في كميه شباب وناس متعلمه ودارسه وشايفه الحاجات دي كتير جدا جدا، مجرد ياخدوا فرصه خلاص والامور كلها تتظبط. يعني بالنسبه لي كطموحاتي طبعا في الشغل، يعني اتمنى ان شاء الله ان ازود في خبراتي في التجارب اللي بعملها، وعلى الصعيد بقى اللي هو يعني المحتوى الشخصي اتمنى ان شاء الله الضحك يزيد، عشان خاطر ده ايوه بالظبط هيجيب لنا ماتيريال. هو ده ضد الماتيريال الاولاني. ايوه بالظبط ضد الامنيه الاولى، لكن يدينا ماتيريال يعني عادي. انا ممكن اتنازل عن الطموح الشخصي لو اتظبطت. ضحك مهم. لما اتظبطتش بقى يبقى انا عندي ماتيريال. عظيم جدا. طيب عماد عندك اسئله؟ طيب لو هنطلب منك تقول لنا حاجه شخصيه ونعتبرها حاجه حصريه لبرنامج مايك وصوره. لو حد مثلا قابلك في الشارع من المعجبين بتوعك يقول لك انا فاكر انا بقى عارف الموضوع ده، سمعته في البودكاست بتاع مايك وصوره، عايز اعمل استوديو تحليلي خاص بيك. استوديو تحليلي خاص بيا. ايه ده؟ طب ما تعمل كده. ما انا ان شاء الله باذن الله هعمله. ماشي. هعمل استوديو تحليلي، بس مش استوديو تحليلي بقى اللي هو بقى بنقعد تكتيك بص التحركات، لا هيبقى استوديو مختلف تماما، استوديو ساحره مستطيله بقى. جدا بقى. ماشي جدا. انا هستناك ان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله. احمد احنا حقيقي سعداء واستمتعنا جدا بالكلام معاك النهارده. انا شخصيا استمتعت جدا جدا بجد يعني. ربنا يخليك. ويعني بندعو كل الناس ان هي تتابعك وتتابع شغلك، لانه حقيقي مميز ومختلف. ان شاء الله. ويعني نلتقي بيك دايما على خير، يعني في يا رب قريب ان شاء الله، في تجارب ونجاحات جديده ان شاء الله. شكرا. ممكن اجي اسف معاك في الاستوديو يعني. يلا تعالى معايا. ماشي. انا فاتح الاستوديو بتاعي. نشكركم جدا ونلتقي دايما على خير في بودكاست مايك وصورة. سلامات.